صباح الخير يا ابراهيم. صباح الفل. رمزي انت اتاخرت النهارده. ما تاخر عادي، ما القبض بيتاخر. هو انت عامل دايت يا مستر؟ اصل قطع العيش ده مش طبيعي. لو سمحت ممكن تدوني الخصومات وتاخدوا مرتب؟ يعني بقول لك فين التارجت؟ تجيب لي سجاير؟ ده الموظف المثالي لشهر 8. هو حضرتك حاطط الديدلاين كمان نص ساعه ليه؟ هو احنا مؤجرين عجله؟ دول كام؟ 2 يا فندم. ما انت بتشوف هم اللي مش شايف شغلك ليه؟ 6 شهور تحت التمرين ليه وانت هتضمني للمنتخب؟ عايزكم كلكم تبقوا زي باشمهندس عصام. هي كمان اتاخرت ولا الخصم رجالي بس؟ هتروحي لوحدك ازاي الساعه 4 العصر؟ استني اوصلك. ده هو ده بونص، دي اسمها اكراميه. لو سمحت يا فندم كنت عايز سلفة 20,000 جنيه. سلفة ايه؟ قصدك كارد؟ يا جدعان مفيش وقت النهارده خالص، لازم نخلص كل التاسكات، محدش يقول لي ناكل ونشرب والجو ده. بقول لك ايه، هقول لك على سر ما يخرجش برايا انا وانت والمدير. هتشتغل دليفري طالما بتوصل كل حاجه. عمال تشتم في شركتنا مع الموظفين، فاهم التسويق غلط؟ انت كل 5 دقايق بتاخد بريك عشان تشرب شاي وسجاره؟ فاكر نفسك صنايعي؟ استاذه مريم الورد مش شغال، ممكن نتجوز؟ عشان بعت صاحبك فاكر نفسك سيلز شاطر؟ شايف نفسك ممكن تقدم ايه للشركه؟ استقالتي. بقول لك ايه، هتوصلني معاك النهارده ولا بتوصل بنات بس؟ باشمهندس محمود اترفد عشان ضرب العميل، فاكره عميل بجد. ما تشوفوا استاذ محمد هياكل معانا ولا حقنا نشبعه؟ احمد انت موظف مثالي، تقعد النهارده لحد الساعه 12 تخلص شغلك كله. يلا. حاضر حاضر. طب ما كنا نجيب لك سفرة بدل مكتبك. استاذ محمود انت بقى ليك بصمه في الشركه. ربنا يخليك يا فندم. لا بصمه بجد، لو اتاخرت دقيقه هيتخصم لك. رايك ايه يا رمزي في اللي قالته مريم؟ انا ما ركزتش في اللي اتقال والله، بس ممكن اقول رايي في مريم. انا بقعدك زياده في الشغل عشان تروح تنام على طول، الاوفر تايم بيحميك من الاوفر سين. قولوا للاستاذه منى تخلص ساعات في الحمام وتيجي على مكتبي. رغم ان استاذ محمود تعبنا، بس النهارده قررنا نصرف له مكافاه. الله، مكافأة ايه؟ مكافاه نهايه الخدمه. سقفوا له.